السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب تالتة اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدأ في الفيديو بتاع النهاردة، انا كنت قايله لكم قبل كده في فيديو لتالتة اعدادي لما اتكلمت على ازاي نبدأ السنة وازاي ننظم وقتنا ونصايح لتالتة اعدادي يعني عموما. فكنت قايله لكم في الفيديو ده ان احنا مع بداية شهر 8 هنعمل قناة على الواتساب، والقناة دي خاصة بمادة العلوم، ولكن انا اتأخرت عليكم، والنهاردة يعني النهاردة 20/8 وانا لحد دلوقتي لسه ادوبك اللي عملت القناة امبارح. القناة هتبقى خاصة بطلاب تالتة اعدادي لمادة العلوم. تمام، زي ما قلنا ان القناة دي انا هشرح فيها، هنحل فيها اسئله كل اسبوع. تمام، كمان لو انت معاك اي سؤال مش عارفه، اي جزئيه في المنهج مثلا مش فاهمها او مش عارف تفهمها، فانا بحاول ان انا ابسطها لك على قد ما اقدر بحيث ان هي تدخل ببساطه عقلك وتفهمها. فانا معاكم في اي حاجه في ماده العلوم على مدار السنه كلها، ترم اول وترم تاني. طب في ناس هتقولي يا مس ليه يا مس عملتي قناه ما عملتيش جروب؟ انا عملت القناه عشان الخصوصيه بتاعه البنات اللي هيبقوا معانا في القناه. يعني انا لو عملت جروب فالارقام كلها هتبان، هو اوريدي كده كده رقمي هيبان، انا ما عنديش اي مشكله ان رقمي يبان لان كده كده انا المس بتاعتكم، فيبان ما يبانش فهي مش فارقه. لكن زمايلكم البنات ما ينفعش ارقامهم تبان. وغير كده ان القناه هتبقى يعني فيها خصوصيه اكتر من الجروب. الجروب انتوا هتشوفوا الصور اللي حاطينها، تمام، هتشوفوا الارقام، ممكن تدخلوا تكلموا اي حد. وبصراحه يعني انا مضمنش برضو، يعني انا مضمنش الولاد اللي هيدخلوا في الجروب او القناه دي. تمام، فعشان كده عملتها قناه ما عملتهاش جروب. القناه فيها خصوصيه اكتر من الجروب بحيث ان انت ما تقدرش تتكلم في القناه دي. اول حاجه. تمام، تاني حاجه ان انت ما بتشوفش ارقام حد، وتالت حاجه ان انت ما بتشوفش برضو الصور بتاعه حد، انت بتشوف بس عدد المتابعين في القناه فقط، ولا اكتر ولا اقل، وبتشوف الحاجات اللي انا بنزلها اللي هو انا صاحبه القناه. غير كده مفيش اي حاجه تانية بتبان. تمام، فعشان كده انا عملتها قناه ما عملتهاش جروب. طب في طالب تاني هيدخل يقول لي يا مس طب احنا افرض معانا اسئله احنا عايزين نسالك فيها، هنسالك ازاي طالما رقمك مش موجود، ولا حتى انا هعرف اتواصل معاك ازاي؟ انت بمجرد ما هتدخل القناه هتلاقي الرقم بتاعي اللي هتتواصل بيه معايا لو في اي حاجه يعني معاك في المنهج واقفه معاك او مش عارفها او عايزني افهمك جزئيه معينه في المنهج او سؤال مثلا عايز تسالني فيه. فانت اول ما هتدخل القناه هتلاقي في البايو في الوصف بتاع القناه دي هتلاقي سايبالك الرقم بتاعي عشان لو حابب ان انت تكلمني او تتواصل معايا او تعرف اي سؤال مثلا واقف معاك عايز حله عايز فكرته عايز شرحه، فانا هتلاقيني موجوده وما تقلقوش. ممكن اتاخر شويه عليكم في الرد على الرسائل، بس ان شاء الله في الاخر برد على الكل، لان والله ده بيبقى غصب عني، يعني بيبقى من الضغط اللي عليا. اول حاجه انا هسيب لك اللينك بتاع قناه الواتساب تحت في صندوق الوصف عشان تدخل تنضم للقناه. انا لسه عاملاها، هي تقريبا 0 متابع، فعايزاكم كده بسم الله ما شاء الله، يعني عايزه القناه كده تكبر بيكم. بس كده كفايه كلام على القناه، يلا ندخل في الفيديو بتاعنا. طبعا في الفيديو ده احنا هنتكلم على ماده العلوم وازاي نذاكرها وازاي نضمن فيها ال20 درجة بتوع الترم الاول والترم التاني. طول ما انا معاكم ما تقلقوش بجد والله، يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله طول ما انا معاكم، يعني طبعا ده بعد ربنا، فما تقلقوش خالص بجد. هحاول اعمل كل اللي اقدر عليه عشان بس اشوفكم جايبين درجات عالية في المادة دي بالذات، يعني عارفين اللي هو انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخليكم تجيبوا درجات عالية جدا في المادة دي. فباذن الله يعني ان شاء الله كده تكون سنه جميله، تمام، وما يكونش فيها اي حاجه وحشه، وكلكم باذن الله يا رب تدخلوا الحاجه اللي انتوا عايزينها بعد تالتة اعدادي، سواء عايزين تمريض عايزين ثانوي عايزين تجاره عايزين اي حاجه. المهم يعني ان شاء الله كل واحد يحقق حلمه في السنه دي ويوصل للي هو عايزه. فانا في الفيديو ده هقولك ازاي تذاكر ماده العلوم، وهقولك اصلا يعني ماده العلوم دي ايه الاجزاء اللي فيها هتكون صعبه معاك الترم ده. تمام، وعايزاك تاخد بالك قوي ان الترم الاول بيبقى دايما تقيل عن الترم التاني في دروسه، يعني بالذات في ماده العلوم. معرفش بالنسبه لباقي المواد هل هو بيبقى تقيل ولا لا، بس انا بالنسبه للعلوم فانا بقولك ان الترم الاول بيبقى تقيل عن الترم التاني. الترم التاني بيبقى محتواه اخف شويه، حتى في الشرح وحتى في الاسئله وحتى في الامتحان لما بيجي في اخر السنه بيبقى الاسئله بتاعته اخف شويه. على فكره ماده العلوم ماده جميله مش صعبه،
والله بجد هي مادة لذيذة. يعني لو في اي طالب مش بيحب مادة العلوم دي وشايف ان هي مادة صعبة ورخمة وغلسة كده وملهاش اول من اخر، بس بجد والله انا بطمنك وبقولك ان هي مادة لذيذة وجميلة. يمكن انت ما اديتش المادة دي حقها من ناحية المذاكرة وان انت تجتهد فيها عشان تشوف فعلا هي قد ايه مادة جميلة. يعني عايزة اقولك ان انت لو فعلا اديت العلوم ده حقه تمام بضمير، هتلاقي ان المادة دي اسهل مادة عندك في المواد كلها. هو عموما كل المواد حلوة، يعني انا بشوف ان كل المواد زي بعض، وكل المواد على فكرة تستاهل ان احنا نذاكرها، وكل المواد المفروض نحبها، مش بس علوم ولا مثلا انا بحب انجليزي فما بحبش العلوم، او بحب الدراسات وما بحبش العلوم، او بحب العلوم وما بحبش الدراسات. فكل المواد بتاعه تالتة اعدادي حلوة. عموما انت لحد ما توصل لثانوي لتالتة ثانوي فهي كل المواد على فكرة حلوة وهتفيدك في حياتك تمام. مش مجرد بس ان انت بتاخد الحاجات دي على فكرة وخلاص على كده انت بتاخدها وبتذاكرها عشان تجيب فيها مجموع، لا، على فكرة هي حاجات استنتجوها من الطبيعة ومن الظواهر اللي حوالينا ومن اللي بيحصل حوالينا. فانت بجد لو مش بتحب العلوم انا هخليك تحبه. لو فضلت من هنا للصبح اقولك مادة جميلة وهتحبها مش هتصدق، بس بجد هتحبها. يعني لو انت مثلا في سنة اولى وفي سنة تانية اعدادي ما بتذاكرهاش وما كنتش بتحبها، فتأكد ان انت في سنة تالتة بمجرد ما هتذاكرها وتقعد يومين 3 كده تذاكر علوم هتلاقي نفسك حبيتها. اولا العلوم عليه 20 درجة ترم اول و20 درجة ترم تاني تمام. فالعلوم عندنا في تالتة اعدادي الترم الاول عندنا 4 وحدات. عندنا كم وحدة؟ 4 وحدات. ال4 وحدات، الوحدة الأولى فيها 3 دروس، والوحدة التانية فيها درسين، والوحدة التالتة فيها درس واحد، والوحدة الأخيرة اللي هي الرابعة فيها درسين برضو. أنا هنبئك من الأول كده من بداية السنة إن الوحدة الأصعب واللي هتواجه فيها مشاكل سواء في فهمها أو سواء في أسئلتها هي الوحدة التانية. الوحدة التانية فيها درسين، درس اسمه المراية ودرس اسمه العدسات. دي الوحدة الوحيدة اللي أنا بشوف إن الطلبة يعني محتاجين مجهود كبير فيها تمام في فهمها وفي ان هم يتقنوا الاسئله بتاعتها، لان بجد هي بتلخبط تمام. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان على مدار السنين اللي عدت كلها تمام كانت الوحده دي هي الوحده الوحيده اللي فيها مشاكل مع الطلبه. يعني طلبه قليلين قوي لما تلاقيهم مثلا في الوحده الاولى مثلا عندهم مشاكل، او في الوحده الثالثه، او في الوحده الرابعه. الوحده الرابعه دي جميله خالص تمام، لان دي جزء الاحياء، وجزء الأحياء ده بيبقى أسهل جزء عندك في المنهج، وبيبقى محتاج فهم شوية ومجهود شوية، بس هو بجد والله لذيذ. يعني انت وبتدرسه كده شيق وممتع في دراسته تمام، وفي فهمه وفي حفظه وفي كل المعلومات اللي انت بتاخدها في الجزء بتاع الأحياء ده. انتوا عنديكم الوحدة الأخيرة تمام اللي هي الوحدة الرابعة، هتلاقوا فيها شرح الانقسام الخلوي، وهتلاقوا فيها التكاثر الجنسي واللا جنسي. ان شاء الله يعني كل ده احنا هنشرحه سوا مع بعض، يعني انا مش هسيبكم. اوكي، كتاب الامتحان بتاعك مش هيطلع منه. وقول مس منى قالت الأسئلة بتيجي بالنص، والله العظيم بتيجي بالنص. في مدرسين على فكرة في جميع المحافظات بيفضلوا يعملوا ملازم ويحطوا أسئلة يعقدوا بيها الطالب. عشان كده أنا بنبه عليك من بداية السنة إن كتاب الامتحان بجد والله أفكاره مناسبة معاك تمام. أفكاره لا هي عالية خالص ولا هي واطية خالص فتخليك مثلا تحل أسئلة مباشرة جدا، لا، على فكرة الكتب بقي فيها تجديد وبقي فيها تغيير من ناحية الأسئلة، فبقيت الكتب والأسئلة وصيغة الأسئلة ماشية مع الوزارة وماشية مع الأسئلة اللي بتحطها الوزارة في الآخر. ازاي بقى نذاكر مادة العلوم؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده عشان نذاكر مادة العلوم فأنا همشيك على 3 خطوات. ال3 خطوات دول لو مشيت عليهم ان شاء الله وباذن الله، يعني باذن الواحد الاحد، ان انت هتبقى كويس في مادة العلوم ومش هتبقى محتاج حاجة طول السنة. انت عشان تذاكر العلوم انت محتاج 3 حاجات، محتاج مذاكرة تمام، ومحتاج حل، ومحتاج مراجعة. مذاكرة وحل ومراجعة، مذاكرة وحل ومراجعة. اوكي، فأول حاجة اللي هي المذاكرة طبعا أكيد جواها في حاجات، في بلاوي جوه. مش هقولك مذاكرة وأنا عارفة إن انتوا كلكم بتعرفوا تذاكروا أكيد تمام، أو عارفين يعني إيه كلمة مذاكرة. دلوقتي أنا عشان أذاكر تمام لازم في المذاكرة بتاعتي أمشي على طريقة معينة. فأول حاجة مذاكرة يعني فهم، إن أنا أفهم كويس، وطول ما فهمت كويس يعني هعرف أحفظ كويس، طول ما فهمت كويس هعرف اثبت المعلومه كويس
تمام. فعشان كده اول خطوه في المذاكره بتاعتك لازم تفهم. عشان تذاكر فاول خطوه هي ان انت تفهم الدرس ده كويس قوي، تفهمه بقى من المستر من المس من اليوتيوب، ما فرقتش مني، مش هتفرق من قناه الواتساب، ايا كان يعني. المهم ان انت تفهم الدرس وتسمع كل حته المستر بيقولها او المس بتاعتك بتقولها، تمام، وتبدا ان انت تكتبها ورا. انا عارفه ان الحاجات دي موجوده في الكتب، يعني انت مش لازم تكتب، تمام، بس انا بقولك اكتب عشان في حاجات معينه كل ما بتكتبها بايدك كل ما بتثبت اكتر، كل ما بتكتب بايدك كل ما عندك الحاجه دي بتفهمها اكتر. بعد ما خلاص انت سمعت الدرس وفهمته كويس، هتلاقي اوريدي عندك قوانين عايزه تتحفظ، هتلاقي مثلا عندك نظريات، وبالذات في العلوم بيبقى فيه قوانين ونظريات وتعاريف بتبقى محتاجه تتحفظ، فكل الحاجات دي انت بتحفظها. مرحله الحفظ يعني انت بعد ما فهمت تبدا مرحله الحفظ. كمان حاجه لما نيجي نذاكر نحاول ان احنا لو الدرس بتاعنا طويل، تمام، يعني لو طويل شويه وانت شايف ان هو طويل حاول تقسمه، ما تاخدش الدرس مره واحده عشان ما تزهقش من الماده. انت فعلا لو اخدت على فكره الدرس مره واحده وقعدت مثلا عليه 4 ساعات 5 ساعات بتخلص في درس بتحفظ فيه، بتحفظ قوانينه، بتحل، معرفش بتعمل ايه، فكل ده هيخلي دماغك بعد كده تفصل، مش هتبقى قادر ان انت تذاكر لمواد تانية. فعشان كده لما تيجي تذاكر اي ماده حاول ان انت تقسمها على اجزاء صغيره. يعني مش مشكله مثلا ان انت النهارده تذاكر صفحه او صفحه ونص مثلا في الدرس بتاع العلوم، وتيجي مثلا بكره تروح تكمل الصفحه ونص التانيين لو هو مثلا 3 صفحات، او مثلا لو هو 5 صفحات فتاخد مثلا النهارده 2.5 صفحات وبعده 2.5 صفحات عشان ما تملش وعشان تكمل مذاكره لبقيه المواد. الخطوه اللي بعد كده ودي خطوه الحل. في ناس كتير قوي او طلاب كتير قوي بمجرد ما يخلصوا الدرس فبيدخلوا يحلوا اسئله صعبه، وده غلط على فكره ان انت تعمله. ما ينفعش ان انت تدخل تحل اسئله صعبه من بدايه اول درس. حاول ان انت تاخد في الاول الاسئله المباشره، الاسئله اللي هي سهله جدا بتعتمد مثلا على التعريفات، بتعتمد مثلا على القوانين المباشره، ان انت تعوض تعويض مباشر وخلاص، عشان ما تتعقدش من اول مساله او من اول كام سؤال. ملحوظه اخيره حابة اقولها لكم عشان تاخدوا بالكم منيها قبل بس ما اقفل الفيديو، ان الترم الاول طويل عن الترم التاني. الترم التاني هتلاقوه ترم صغير قد كده بيمر بسرعة ما بتحسوش بيه، تمام، يكاد ان ممكن ما تلحقوش اصلا تخلصوا المنهج. فعشان كده حاول ان انت تجتهد على قد ما تقدر في الترم الاول عشان تضمن الدرجات بتاعت الترم الاول. حتى لو انت غلطت شوية في الترم التاني او ملحقتش تذاكر كويس عشان مثلا الترم قصير، فيبقى انت عندك الترم الاول انت ضامن الدرجات بتاعته. الترم الاول طويل، تمام، هتاخد كفايتك في المذاكرة وكفايتك في الحل وكفايتك في كل حاجة، حتى مواعيد الامتحانات هتبقى حلوة بالنسبة لك. فعشان كده ركز كويس، حاول ان انت تنظم نفسك من دلوقتي وتذاكر كويس وتجتهد وتذاكر اول باول، ما تسيبش حاجه تتراكم عليك في اي ماده، مش في الماده بس بتاعتي، لا في كل المواد. ربنا يكرمكم يا رب واشوفكم كده محققين اللي انتوا نفسكم فيه. وبس كده، هتوحشوني الفيديو الجاي. باي.